شكوى النادي الأهلي ضد نادي الهلال السوداني للاتحاد الأفريقي. نص الشكوى: تقدم النادي الأهلي صباح اليوم بشكوى للاتحاد الأفريقي ضد نادي الهلال السوداني بسبب ما تعرض له فريق الكرة من اعتداءات وتجاوزات تنافي كل أخلاق الرياضة واللوائح المنظمة للعب كرة القدم، ذلك قبل وأثناء وبعد المباراة التي جرت بين الفريقين. أثناء المران الوحيد لفريقنا في ملعب الجوهرة الزرقاء يوم الجمعة الماضي، قام بعض مشجعي الهلال باقتحام الملعب وقذف ألعاب نارية على اللاعبين في حضور ممثل الكاف الذي قام بمعاينة الأجسام المقصوفة وتدوين الواقعة في تقريره. 2. رغم قرار كاف بإقامة ذلك المباريات بدون حضور جماهيري نظرا لعدم توفر شروط السلامة في هذا الملعب وإبلاغ النادي الأهلي بذلك، إلا أن نادي الهلال لم يلتزم بهذا القرار وسمح لما يزيد عن 1000 متفرج من حضور المباراة، كما أنه لم يلتزم بتوفير وسائل انتقال آمنة ولائقة بفريقنا، وكذلك غرق غرف ملابس لاعبي الأهلي بملابس الصرف الصحي عقب المباراة. البيان رقم 3 في البيان: عندما نزل الطاقم الطبي لفريق الهلال لعلاج أحد لاعبيه أثناء المباراة، قام أفراد الطاقم بالاعتداء على لاعب النادي الأهلي محمد عبد المنعم بإحدى الأدوات الطبية، وترتب على ذلك قيام حكم المباراة بإشهار البطاقة الحمراء له، وكان يستوجب مغادرته الملعب نهائيا، إلا أنه أصر على البقاء على مقاعد البدلاء حتى نهاية المباراة، وراح يكيل السباب والشتائم لحارسنا الشناوي وحاول الاعتداء عليه أثناء الخروج عقب نهاية اللقاء. قام أحد أفراد الطاقم الإداري لفريق الهلال بالاعتداء بالضرب على لاعبنا علي لطفي، وآخر منهم باعتداء على لاعبنا حمدي فتحي في مشهد بعيد عن كل الأخلاق الرياضية. لم يوفر نادي الهلال تأمين السلامة الفرقانة، وقام مشجعه الذين تواجدوا في الملعب بالمخالفة لقرار الكاف بالتجاوز بحق رئيس وفد النادي الأهلي وطاقم السفارة المصرية بالسودان، والاعتداء على لاعبين أثناء مغادرتهم الملعب وفي الممر المؤدي لغرف الملابس. ما حدث في ملعب نادي الهلال يوم السبت الماضي هو سيناريو تكرر مرات من قبل، وتعرض لاعبو الأهلي للخطر في مباراة سابقة أقيمت بين الفريقين بالسودان يوم 1/2/2020 عندما اقتحمت جماهير الهلال ملعب المباراة، ورفض النادي الأهلي التصعيد في ذلك الوقت حرصا على العلاقات الطيبة بين اللاعبين بين الأندية. الأمر متكرر وتجاوز كل الحدود، ننتظر تدخلكم العاجل وتطبيق اللوائح والقوانين حرصا على نجاح المسابقات الكاف. كانت غلطة النادي الأهلي في 2020 إنه تنازل ودعم نادي الهلال، وإنه عشان ما يتوقعش عليه عقوبة. دي كانت غلطة النادي الأهلي، ودينا احنا بنشرب الغلطة دلوقتي، بس ملحوقة. هم جايين لنا وهيزعلوا، بس هيزعلوا ايه؟ هيزعلوا في الملعب. احنا ما بنعتديش على حد. هيزعلوا في الملعب، هنشيلهم بإذن الله. بإذن الله هنشيلهم.